فضيحة جديدة تهز السوشيال ميديا. القصة ما بين مؤثرة جزائرية مشهورة حفصة البسكرية ومؤثر عربي مشرقي قلبت الانترنت رأسا على عقب، وحولت مواقع التواصل لساحة جدل كبيرة ما بين الغاضبين والمدافعين والمصدومين. خلال الساعات الأخيرة الجزائريون ما كانوش يحكيوا إلا على فيديوهات وصور تظهر حفصة وهي تستقبل مؤثر عربي قيل أنه من سوريا أو من الأردن، في أجواء غريبة أشبه بالاحتفال بنجم عالمي. لكن الصدمة كانت في ردة فعل الناس. آلاف التعليقات الغاضبة غزت المنصات وهاشتاجات تصدرت الترند الجزائري، والكل يتكلم على الحرية والانحراف. البعض قالها بكل صراحة: طيحتونا قدام الناس باسم الانفتاح. وآخرون كتبوا: الحرية شخصية، ما تعنيش قلة الحياء ولا التبذل أمام الكاميرا. وفي المقابل كاين طرف ثاني دافع عن حفصة وقال أن التصرف يدخل في إطار الحرية الفردية. لكن حتى هذا الدفاع زاد النار اشتعالا، لأنه كثير من الجزائريين شافوا أن الشهرة ولات تبنى على الاستفزاز والتجاوز. القصة ما وقفتش هنا. حفصة خرجت في بث مباشر وردت على المنتقدين بعصبية، وقالت أنها رايحة تلجأ للقضاء ضد كل من تكلم عليها أو على عائلتها، ووصفت اللي ينتقدوها بالناس الحاقدين والغيورين. لكن رد الشارع الجزائري كان أقوى. القضاء مش وسيلة باش تسكتي الناس، اللي يطلع السوشيال ميديا لازم يتحمل النقد. وسط العاصفة ظهرت أصوات عقلانية قالت: ما نعمموش الجزائر أكبر من تصرفات فردية. لكن الحقيقة أن الناس تعبت من تكرار نفس السيناريو، مؤثرين يصنعوا فضائح ثم يبرروا باسم الحرية وبعدها يهددوا بالقضاء. الجزائريون يشوفوا أن القضية اليوم أعمق من حفصة والمشرقي، هي مواجهة بين قيم مجتمع محافظ يحاول يحافظ على هويته وجيل جديد يشوف الشهرة بأي ثمن. وأقوى تعليق انتشر بين الناس كان: ما ترفدوش علم الجزائر وتديروا به لايفات، عيب، احترموا بلادكم كما تطلبوا الناس يحترموكم. كلام بسيط لكنه لخص غضب الملايين الجزائريين اللي حاسين أنه الخط الأحمر بين الحرية والانحراف ولا غير واضح. السؤال اليوم: هل حفصة ضحية حملة تنمر أم أن النقد مبرر بعدما تجاوزت الحدود؟ شاركونا آراءكم في التعليقات وخلونا نعرف وش رايكم في هذا الجدل الكبير.